فرق كبير قوي انك تشتغل علشان تخلص شغل، وفرق كبير قوي انك تشتغل علشان تكون حابب الشغل. تشتغل علشان تطلع تحفة فنية، تشتغل عشان تطلع الجمال ده كله. ده مش من فراغ، ده شغل يومين. داخل التجمع الاول جينا نعمل اجمل واحسن مطبخ لاجمل عروسين، ربنا يحفظهم وان شاء الله حياة سعيدة وموفقة. طبعا العميلة بتاعتنا جت في الاول خالص قالت انا عايزة احلى واجمل مطبخ اتعمل، بس ليا طلب ورجاء، انا عايزه اعمل مطبخي من خامه الكلادن مش من خامه الجرين بورد او الاتش بي ال او الخشبيات. انا حابه خامه الكلادن بس عايزه نفس شكل الجرين بورد او الجود وود او شغل الاتش بي ال. قلت لها من عينيا الاثنين ان شاء الله هتستلمي افخم واجمل مطبخ. وده ما كانش من فراغ، شفتوا طبعا التصميم الرائع، شايفين قدامكم اللمسه الطيبه اللي ما تبينش معاكم ان كان المطبخ بولاك او اكريليك او هيجي راس او كلادنج او التفاصيل اللي هي التانيه دي. انتوا قدام تحفه فنيه، تحفه فنيه بمعنى الكلمه، ان كان في تصميم او ان كان في خامه او كانت في جوده او في شكل، كل حاجه طالعه باحلى حب واحلى شغل اتعمل داخل الموقع اللي احنا فيه دلوقتي. التصميم بسم الله ما شاء الله في شغل كتير قوي وفي مجهود كبير قوي قوي اتعمل علشان نقدر نطلع بالجودة والمجهود الكبير ده. نبدأ بداية كده. طبعا شايفين الطرقة معايا هنا مساحة كبيرة تمام كطول، ولكن العرض هو اللي كان صغير معانا، ولكن ما شاء الله مساحة مستغلة صح الصح. طيب هنا عملنا مطبخنا بداية كده لعند السقف او لعند ماسورة الغاز الطبيعي بالظبط تمام، وسقطنا بالشغل ده. طبعا معانا ماسورة غاز مش موجودة، عداد غاز مش موجود، شفاط مستغل، مواسير مستخبي، كل حاجة هتشوفوا دلوقتي وهنتكلم ازاي طلعنا بالتحفة الفنية. احنا جينا في المنطقة ديت كده عملناها كلها مقفولة لعند السقف لعند الفرن بتاعنا تمام. وبدأنا بعد كده نصنع مكان للرخام ومكان البوتاجاز ومكان الحوض والغسالات والشغل ده. هنا منطقة النظافة في بدايتنا كده تمام، عشان عروستنا تاخد حاجتها من بره وتشتغل وتطلع كل ده. هنا مكان فوق التلاجة للبلاستيكيات وخلافه تمام. هنا دولاب كبير تخزين عميق ما شاء الله، مساحة تحت لعند فوق ادي 1 2 3 4 5 6 7 اماكن على استغلال مساحة كبير للتخزين العميق ما شاء الله. هنا مساحة النيش معانا هنا مساحة كبيرة. احنا هنا معانا ورانا هنا عمود، معانا هنا عمود في المساحة دي، فاستغلينا النيش بتاعنا يكون مساحته كبيرة بلون مختلف، لون خشابي من الدواخل علشان يظهر معانا الاضاءات والليد الجميل ده. طبعا موضوع ان احنا نعمل ليد داخل الكلادنج مش داخل الكونتر ال 18 حاجه صعبه جدا، شغل ومجهود جبار. بالاضافه طبعا الازاز معانا هنا كله شفاف علشان يظهر معانا الحاجات اللي هتترص هنا. المكان دوت طبعا تاتش عشان ما نعملش مقبض او اي حاجه من الحاجات دي، نستغل المكان هنا يكون تاتش تمام. نضغط كده هيفتح معانا وتبدا ان هي ايه تشغل الشغل ده كله. دي كانت المنطقه اللي فيها الليدات والاضاءات. هنا بقى شغل لوحده، يعني هنا دي مكان يتدرس لوحده. هنا معانا هنا ادراج، معانا هنا مكان للثوم والبصل والبطاطس، ايا كان. هنا الخوص، هنا درج تاني درجة عميقة تمام. معانا كمان ايه مكان لتقسيم الادراج، يعني مكان ساحر اهو معانا تمام. هنا مكان الخوص، نقفل ده نرجع تاني كده تمام. بالنسبه بقى للضمانات والحاجات دي كلها موجوده هنا عروس عشان ما تدوريش عليها كتير.
استغلال ايه تاني هنا؟ هنا الفرن، فرن الغاز. فرن الغاز مساحته كبيره معايا، مش المساحه الصغيره اللي هي 60، وماسوره الغاز راكبه والغاز بتاعنا راكب. والحلول ايه علشان نقدر ان احنا نصنع الفرن هنا تمام، وفي نفس الوقت بتوع الغاز ما يعملوناش اي مشكله. عملنا الارتفاع 60 بتاعنا الطبيعي، ولكن احنا هنا طلعنا بالارتفاع ده مخصوص. ده منطقه سحريه علشان الكهرباء وعلشان ماسوره الغاز، عشان الغاز يسقط من هنا وتكون شايفه معاهم. هنا كهربة برضو الميكروويف تمام، سقط من هنا. وهنا كهربة البتاع ده تهويات. التهويات اللي هنا، ادي تهويه وادي تهويه، وفي النص ما بينهم فوم فل حراري، عزل حراري. هنا في عزل حراري في النص ما بينهم عشان اي حراره تطلع معانا تمام هنا او هنا تطلع على العزل الحراري، ما تاثرش على الميكروويف. الميكروويف برضو لا، البتاعه دي الاول عايزين نقفلها مع بعض كده نشوفها هتتقفل ازاي. هنا عملنا سكاكات بحيث ان هم بتوع الغاز لما يجوا يشتغلوا معانا تمام يجوا ما يعملوش مشكله، يقولوا الحاجه مقفول عليها او كده. هم هيشيلوا القطعه اللي انا شلتها دلوقتي ويرجعوا يركبوها تاني مكانها ويوصلوا، ومفيش اي مشكله. كهربائي هيشتغل، اي حاجه من الحاجات دي هتبقى تمام. مكان الميكروويف طبعا صغير معانا ميكروويف تمام، فتحانه معانا تاتش اهو، هيفتح معانا بالطريقه ديت بكل سلاسه. كان معانا زي ما قلنا ان هو صغير والفرن كبير واحنا عايزينهم في مستوى واحد، عملنا لهم ضلفتين مستقلين كده، يعني ده الفراغ. وماسوره الغاز طلبوا مننا ان ماسوره الغاز تكون باينه معانا، ما نغطيش عليها. بالفعل ما غطيناش على ماسوره الغاز وسقطناها من هنا بحيث ان هي تكون واضحه معانا. وبالنسبه لفوق واضحه برضو تمام، يعني كل حاجه على اكمل وجه. طبعا الخامه خامه الكلادنج، المفصلات سوفت كلوز، الدواخل فوم بورد 4 مللي، قطاعات مكسيم الحديثه اللي ما تقدرش تفرقها ان كانت خشب ولا ان كانت حاجه تانية. وده الدليل اهو ان هنفتح كده الوحده تشوفها كلها من جوه قطعه واحده من الداخل، مفيش اي فرق ما بينها وما بين الوحده الخشب تمام. شغل بسم الله ما شاء الله. ده وحده كده كنت بتكلم في النقطه دي ان المنطقه ديت تنفع تستغل ان هي تكون كوفي كورنر. وعملنا تحت مكان التوابل تمام، هنا مكان للتوابل وهنا في فيش وكده، فتحتها برضه نستغل المنطقه ديت للتوابل. ومنطقه الرخام ديت طلعنا من بعدها. هنا مساحه كبيره كتخزين عميق، كركنه كبيره بالنسبه للمنطقه العلويه تخزن فيها ما شاء الله شغل كبير ومتميز. هنا تحت الكبير بقى والمتميز قوي 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 هنا، شايفين المساحات دي؟ مساحه كبيره، مساحه كبيره ما شاء الله مستغله. طبعا العمق ده كله هنا برضو موجود، ولكن احنا خدناه هنا لمنطقه التوابل. هنا هنا معانا البوتاجاز البلتان، طبعا تم ان احنا عملنا له في الرخام وفحرنا له في الرخام على اجمل وجه. وبمناسبه الرخام تسلم لمسات متميزه قوي 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 باشمهندس حسن، تسلم ايدك وتسلم لمساتك الجميله، ربنا يبارك له. شغل متميز فعلا وفوق العادي بمراحل، ربنا يبارك له. ده غير كمان ان في اضافات حطها من عنده اللي هي ايه بقى؟ احنا معانا هنا كان في شويه خربطه كده بالنسبه للكهرباء، فيش الكهرباء وتنقلات في الكهرباء وكده. هنا كان في معانا فتحه لكهرباء، وطبعا مش هينفع ان انا اسيب فيشه الكهرباء هنا عند البوتاجاز، فبالتالي عملنا لها قطعه صغيره الجميله دي وحطيناها هنا. دي كانت اول مرحله عملها. بعد كده كانت برضه هنا في واحده قلنا له هنعمل زيها، فدي مش وراها حاجه، بس احنا بنقول نحافظ على الشكل الهرمي كده تمام. يبقوا 3 معانا كده في دخلة المطبخ، يبقى الشكل جميل ولطيف. ماسورة الغاز، طب فين ماسورة الغاز؟ ندور على ماسورة الغاز. هنا ماسورة الغاز تمام. القطعة دي هنشدها كده من نفس قطعة الرخام، تطلع معانا ماسورة الغاز. هيجي بتاع الغاز طبعا يوصله ويدخلوا الخرطوم من تحت المكان مجهز لها مع فيشة الكهرباء
تحت موجوده. ليه عملنا المنطقه ديت من الرخام؟ ما ينفعش ان احنا يكون معانا هنا نار والحله او الحاجات دي وفي نفس الوقت معانا هنا الغاز، لازم اعزل بالرخام ده، لان الرخام طبعا مش هيتاثر بالنار ولا هيتاثر بالمشاكل دي. ونخلص ونقفل عليه كده وتعيش هي بدون اي قلق وبدون اي مشاكل. ومن فوق برضو قفلنا بقطاعات الالومنيوم وظبطنا ماسوره الغاز ان هي مش موجوده خالص. هنا الشفاط الهرمي طلبت، طبعا احنا شايفين قبل كده فيديوهات احنا منزلين الشفاط الهرمي اللي عندي تحت، مش باين معانا ان هو شفاط هرمي خالص. تقدروا ترجعوا على القناه وتراجعوا الشفاط الهرمي والشفاط المسطح، فيه شغل كامل للشفاطات. القسم دوت يعني مهتمين بيه عشان عارف كويس قوي ان الطلبات عليه كتير. هنا العمليه بتاعتنا طلبت ان المستوى العلوي بس اللي نستغله لمنطقه الشفاط. نفتح كده الشفاط معانا اهو، الماسوره بتاعت الشفاط اللي طلع على الجبسن بورد لفوق وطلع على الطارد اللي بره على طول. تمام، مش هعرف اجيبها عليها. المهم نفتح بقى المنطقه دي. اوبا كده. اكيد هتحتاجي سلم الوان يا عروسه. منطقه الغاز خلصنا منها. كان معانا مشكله تانية هنا، السخان الكهربائي عايزين نغطيه، مش عايزين يكون باين خالص داخل المطبخ. عملنا له جزء مخصص تمام بعمق اكبر من العمق المعتاد للمطبخ. يعني هنا العمق المعتاد هو بتاعنا 35، برزنا من هنا وكانت في دخلتنا بقى كشكل ديكوري كده، مفيش اي لفته تزعج او تضايق او كده. هو كل الموضوع ان احنا بس استغلينا الرخامه دي، بدل ما هي هتستغلها استغلال كبير هيبقى استغلال بسيط على قد حاجات بسيطه بس. وبالنسبه للايات وبالنسبه للشغل فتحنا لها ونظمنا الدنيا دي كلها. دي المنطقه دي. هنا دراج عميقه معانا تحت البوتاجاز البلتاني. هنا درج كبير تمام، وهنا درج تاني. لسه معانا ايه؟ لسه معانا برضو تقسيم تاني كبير معانا، تقسيم معالق شوك سكاكين خلافه درج سحري هنا في المنطقه ده غير الدرج السحري اللي هنا ده. يعني احنا كده معانا الاثنين دول. المنطقه دي بسم الله ما شاء الله لما نيجي نفتح بقى الادراج مع بعض معمول حسابها ان هي لو الادراج كلها مفتوحه ما يحصلش اي خلل معاها كتنظيم. منطقه الادراج دي مع توم والبصل وخلافه شغل روعه الروعه. تعالى صور لي اللقطه دي، ما شاء الله حاجه فخامه كده، حاجه تتدرس. زي ما احنا قلنا كده في اول الفيديو بتاعنا، مش كل اللي يشتغل او ده الفرق بين اللي بيشتغل علشان يخلص شغل وفرق بين اللي بيشتغل علشان يطلع حاجه حلوه في الاخر او يعمل حاجه جميله او يعمل حاجه هو بيحبها. دي اللمسات البسيطه اللي بتفرق. الركنيه الكبيره ديت خلاص اتفرجنا عليها. طيب نشوف هنا المنطبق، دراع المنطبق مع المطبقيه. تمام، ليه حطينا المطبقيه في المنطقه دي؟ لان غساله الاطباق معانا تحتها مباشر. غساله الاطباق هنا هتبقى المطبقيه هنا مع الشغل ده. ومعانا طبعا درج لتصفيه الميه بيعزل معانا الميه ان هي ما تنزلش مباشر على الرخام، مش هيبقى معانا اي مشاكل بالنسبه للرخامه بتاعتنا. تمام، نقفل الدرج بتاعنا كده، ننزل ضلفتنا. هنا في ضلفه ثالثه برضو للتخزين التاني. هنا منطقه الحوض تمام، تحت الحوض برضو معانا الباسكت. تستغل الباسكت بتاعها تشيله من هنا تطلع بره وهكذا. طبعا انا قلت قبل كده ان الباسكت ده اصلا معمول ان هو يكون نظام الترولي، ولكن انا ما بحبش نظام الترولي بالنسبه للباسكت بالذات، لانه بيكون في حموله مثلا او في شغل او كده. الضلفه مش هتعيش كتير كده، الضلفه هتعيش معاها كتير ان شاء الله او العمر كله باذن الله. تمام. هنا بقى منطقه الغاز اللي كانت متعبه جدا، اللي هو الغاز العداد نفسه، الغاز الطبيعي والعداد نفسه عايزين نغطيه، مش عايزين اي حاجه تكون ظاهره معانا. عدينا العلبه بتاعتنا وقفلنا وسيبنا لهم التهويه من ورا ومن فوق، بحيث ان برضو بتوع الغاز ما يجوش يقولوا ان في اي عقبه او في اي مشكله ظهرت معانا. هنا كمنطقه برضو تخزين فوق
تمام. دي منطقة للديكور، تحط بقى هي الفازة الورد بتاعتها الجميلة، تحط الانتيكات الجميلة في المنطقة دي. ودي الليدات والشغل اللي احنا اتكلمنا عليه في الليد ازاي اتعمل بالنسبة للكلادنج. معانا هنا برضو حاجة جديدة بالنسبة للملابس. ده يعتبر صندوق للملابس، تخزن فيه الملابس اللي هي هتتغسل وكده، وبالتالي بتكون جنب غسالة الملابس. تمام. هتخش على طول على هنا، هتشيل من هنا تحط هنا مباشر على طول. طبعا الصندوق ده اصلا كان صغير، كان في المنطقة دي. تمام. ولكن الشباب بتاعتنا المحترمين اللي مش بيقبلوا باي حاجه تعدي كده والسلام. طب حرام اصلا، يعني المنطقه دي كلها غير مستغله ورا، خصوصا انتوا عارفين العمق بتاعنا 60 سم. فبالتالي باشمهندس نادر طلع لنا الصندوق التاني ده باللمسه الجميله دي. تسلم اللمسات، تسلم الفنيات الجميله، ما شاء الله. نتكلم لسه على الموضوع ده فيما بعد. الوزره هنا، الوزره طبعا قفلنا بوزره سحريه بتتشال وبتتحط. طبعا انتوا عارفين ان انا بحب موضوع الرجول، فهي كانت عايزه تقفل كديكور بس. ليه انا بحب موضوع الرجول وباكد الموضوع ده؟ ان بيظهر كذا عميل بعد ما عملنا تقفيل كامل تحت كوزر، تمام، بيرجع يقول انا شامم ريحه مش طيبه في المكان، ايه المشكله؟ فاكتشفنا ان في بعد ما بيغسل او الدهون او المشاكل ديت بتنزل تحت، تمام، وما بيعرفوش ان هم يطلعوها. طيب الحل كان معانا ان احنا جبنا الوزره المتحركه الناحيه تركب وترجع تتشال. فده الاقتراح اللي قدمناه لها، وكانت حاجه بسم الله ما شاء الله برضو حاجه كويسه. لو طلبت مننا فيما بعد هتتنفذ، مفيش اي مشكله خالص. نسينا حاجه؟ مطبخ جميل دوت، بصراحه الواحد مش عايز يبطل عليه كلام. مطبخ رائع، لون متميز، قطاعات متميزه، خامات رائعه، لعميله محترمه جدا. بنقدم لها كل التحيه والتقدير، ونتمنى لها حياه سعيده ان شاء الله. اخواتي وحبايبي بحبكم في الله، ما تنسوش تصلوا على النبي.